2000 كيلو من الخرطوم للقاهرة في سبيل الديجيتال ماركتينج وتحديدا عند IMFND. أنا شهد شيخ الدين عكاشة كونتنت اند كوبي رايتر في ماركتينج ايجنسي في السودان. جيت هنا قطعت المشوار الطويل ده عشان أنا عايزة أفهم الديجيتال ماركتينج بمفهومه الصح، وحقيقة أنا عايزة في الأول أشكر الناس اللي رشحت لي IMFND لأن أنا هنا لقيت أكثر من اللي أنا متوقعاه. كنت هنا في IMFND بعد 3 شهور من التاسكات برزنتيشن من السيشنز الطويلة والورك شوبس اللي هي طويلة بس ممتعة وحلوة وفاليبل خالص، طلعت بإنه الديجيتال ماركتينج هو ارقام ومايند سيت ولوجيك منطق. يعني احنا ما ينفع نجرب اي حاجه ونعمل اي حاجه ونقول انه ده كونتنت ونقول انه ده اعلان حلو. لا، احنا لازم نعرف انه احنا عاملينه ليه ونكون مؤسسين صح للكامبين بتاعتنا، وده اللي تعلمناه في التراك بتاع الاستراتيجي، ان احنا كيف ناسس صح عشان نعمل بنيان حلو. البدايه بتبدا بالاساس وبالاستراتيجي وبالاناليتكس، وبعدين بنعمل الكونتنت اللي بيخاطب البرسونا اللي احنا مهدفينها. واحده من المخاوف بتاعتي وانا جايه هنا انه يا رب الجروب اللي انا هكون معاه هيكون لطيف معايا ولا لا، هيكون يعني متعاون ولا لا، لان انا بحب اشتغل مع التيم. اتفاجأت بحفاوه وترحيب ومحبه من كل الجروب، من كل الكوردينيشن تيم. عايزه اشكرهم واحد واحد حرفيا. حاسه انه انا كنت وسط اهلي فعلا، انا ما كنت في غربه، فعايزه اقول لهم شكرا كلهم، كل الجروب، كل الكوردينيشن تيم، ساره، همسه، محمد، زياد، كلهم، كل الانستركتور. طبعا لو قعدت اشكر في الانستركتور من هنا للخرطوم ما هيكفي. شكرا، ربنا يخليهم ويبارك في علمهم ويبارك جهودهم. بس شكرا.